ومشاهدينا عن عمليات التكميم المعدة للأطفال التي يتم اللجوء إليها في حالات الحرجة من السمنة المفرطة. راح نتحدث أكثر عن أسباب وحلولها ونتائجها مع الدكتور نشوان، أخصائي جراحة السمنة واستشاري طبعا بهالخصوص. راح ناخذ منه التفاصيل أكثر. نعم يا جولزار، أكيد، وراح نعرف نتائج هذه العملية المصيرية، لأن أنتم عارفين مرات ممكن تأثر حتى على الطفل لأنه هو أكيد. صغير، ممكن حتى تأثر على نموه، فأكيد راح ناخذ كل هذه التفاصيل والمعلومات مع الدكتور نشوان. يسعد صباحك دكتور، نورتنا. صباحك دكتور، نورتنا. أهلا بك. أهلا بك دكتور. احنا دائما نسمع انه الكبار من عندهم يعني سمنه مفرطه يسوون راسا يلجؤون للتكميم المعده، لكن الاطفال يعني احنا نقول ما يصير واكو مثلا مخاطر بالموضوع. فهل اليوم فعلا انه الاطفال يقدرون يسوون هالعمليه هم من تكميم المعده؟ نعم. الجراحه عموما ليست منقطعه فقط على الكبار. نعم نستطيع ان نجري تداخلات جراحيه للاطفال من عمر يوم واحد بصعوبه. تبقى ما هي نوع العملية وكيف إجراءها ولماذا تجرى. يعني السؤال المهم هو ليس العملية وليس كيف نجريها، ولكن متى ولماذا وما هي نوع العملية ومن الذي يجريها. نعم. هذا السبب الأهم. نعم. طيب دكتور، شنو هي التقنيات الحديثة اللي هسه موجودة الشخص ممكن يسوي هذه العملية وهو ضامن النتيجة يعني؟ خلينا نرجع نحكي ليش نسوي عملية جراحة السمنة للأطفال. نعم. من الذي يأخذ القرار؟ هل هم الوالدين، الطبيب، المجتمع أو آخرين؟ صراحة هنا ثلاث مداخل. المدخل الأول هو المدخل العلمي، المدخل الاقتصادي، نعم. المدخل الأخلاقي، وكذلك الحالة المجتمعية التي تؤثر على سير هذه العمليات. علميا نعم بإمكاننا إجراء تداخلات جراحية لقص معدة عند الأطفال أو تغيير مسار في حالات قليلة جدا، وأن تكون حالات محدودة، ومن يقررها علميا هو ليس فقط الطبيب الجراح، وإنما يقررها طبيب أخصائي الأطفال، طبيب التغذية، وأيضا الطبيب النفسي. يجب أن يجتمع لجنة معينة مكونة من أطباء كفؤين لأخذ هذا القرار علمي. نعم. من الناحية الأخلاقية الطفل كما تعلمون هو فاقد الأهلية، فاقد القانونية لأخذ القرار، فيكون الضغط على الوالدين. صح. الوالدين هنا يريدون يخلصون نفسهم من عقدة الذنب، لأن هم المسؤولين عن زيادة الوزن عند طفلهم، وهذا غير كافي بصراحة. يعني يجب أن نناقش الموضوع من ناحية كم هي الفائدة المرجوة لهذا الطفل. نحن لا نستطيع أن نقطع جزء صحي من معدة الطفل لغرض إرضاء الطبيب أو لغرض إرضاء المجتمع أو لغرض تخليص الوالدين من عقدة الذنب أو لغرض تغيير سلوك الطفل. هذا قد يكون يعني بنوع من نعم. طيب دكتور، يعني مثلا اجريت هذه العمليات يعني سويتوها هنا مثلا باربيل او بالعراق يعني لاطفال مثلا كانوا يعانون من السمنه المفرطه؟ نعم اكيد، يعني لنا من الخبره في هذا المجال الكثير، ولكن النسب عموما ضئيله. يعني شنو كان السبب اكثر شيء تشوفه؟ هل الاسباب ممكن اللي تؤدي او اسباب صحيه؟ نعم، عندما تكون السمنه مؤثره على حياه الطفل. أكيد. كان يكون مصاب بارتفاع ضغط دم شديد. نعم. كان يكون مصاب بما نسميه بفقدان التنفس خصوصا اثناء النوم. هذا يؤثر على حياه الطفل. صحيح. ان يصاب بحاله نفسيه مزريه جدا. يعني انا احدى المريضات بعمر 13 سنه اجريت لها عمليه قص المعده لانها حاولت الانتحار بسبب التنمر وبسبب السخريه من قبل زميلاتها. كان وزنها 13 سنه. يعني يمكن هذا اقل عمر انا مشتغله، بس في دراسات مشتغلين على 9 سنوات وحتى على 3 سنوات، ولكن ضئيله جدا. يعني ما يتجاوز واحد بال10,000 من عمليات قص المعده على العموم. نعم. طيب دكتور، ايش قد يكون تقريبا وزن يعني الطفل هو يقدر هنا يسوي عمليه قص المعده؟ نعم. قياسات البي ام اي او ما نسميه كتله الجسم تختلف عن الطفل من الكبد. نعم. هناك كثير من القياسات، قسم منها معتمده، قسم منها بها سلبيات، قسم بها ايجابيات، ولكن يجب ان نجمعها كلها حتى نوصل الى نتيجه بان هذا الطفل وصل الى مرحله من الوزن بحيث لا يستطيع ان يستفيد من تداخلات غير الجراحيه. نعم. عندنا بعض المعادلات الرياضيه، يعني اذا اخذنا العمر، لان الطفل قلنا يختلف البي ام اي مالته عن شو اسمه العمر، في 2 زائد 8 هذا الوزن المثالي. الطول في 5 زائد 80 هذا الطول المثالي. ناخذ الوزن على الطول بالمتر تربيع يطلع عندنا معدل كتله الطفل حسب الوزن. نعم. اذا عبرت هذه الكتله اكثر من 35 فالطفل مصاب بسمنه، وهنا يجب ان نتداخل سواء جراحيا او دوائيا. اذا عبرت الكتله اكثر من 40 لا، هنا وصل الى مرحله
لا نستطيع أن نجاري الحالة إلا بتداخلات جراحية. نعم. طيب دكتور، احنا مرات نسمع الالتزام ما بعد العملية، انه لازم تلتزم حتى شنو تحصل على نتائج افضل، حتى تشوف النتائج. لكن احنا سمعنا همينة بالفترة الأخيرة يقول اذا ما تلتزم ممكن ترجع المعدة لحالتها الطبيعية اذا انت اكلت، واذا انت ما التزمت بالكميات اللي لازم انت تاكلها ومو اكثر من هالكمية. هل فعلا ترجع المعدة تكبر؟ نعم، ترجع لحالتها الطبيعية؟ سؤال ممتاز. الجسم الإنسان هو ليس جسم ثابت، هو جسم نعم. متحرك، هو جسم ديناميكي يحاول أن يغير ما بداخله ليتفاعل مع الخارج. نعم. فعندما نقوم بتصغير المعدة أو تغيير المسار، فإن جسم الإنسان يحاول جاهدا أن يعود إلى ما كان عليه سابقا بتغيير نمطي، بتغيير تشريحي، بتغيير فسلجي. ولذلك بعد مرور عدة سنوات نعم من الممكن أن تعود المعدة إلى عملها السابق وإلى حجمها السابق بسبب تمطيها أو بسبب تغيرات فسلجية داخلها تؤدي عمل معدة بشكل صحيح. المشكلة الثانية هو مدى التزام الشخص بالرجيم الغذائي. نحن الرجيمات الغذائية ما بعد عملية التكميم تنقسم إلى 3 أقسام. نعم. القسم الأول هو الشهر الأول، وهذا الرجيم هو لغرض الحفاظ على العملية من المشاكل، من النزيفات أو من التسريب أو من الالتواءات أو من الانسدادات. وهذا يقتضي تناول المريض سوائل معينة بتواصل مع طبيب التغذية ومع طبيبه المعني. بعد الشهر الأول إلى الشهر ال 12 هنا نحافظ على النزول الصحيح والمتوازن دون أن يكون لنا نقص في الفيتامينات أو في الأملاح أو في المعادن. بعد السنة يستقر الوزن، لا يعود هناك نزول بالوزن بعد السنة أو السنة ونصف. وهنا يبدأ الرجيم المرحلة الثالثة اللي هو كيفية الحفاظ على ما فقدناه من وزن، وهذا في بعض الأحيان أصعب من السنة الأولى. صح. وهذا يستمر سنوات. ولذلك الشخص الذي يتعثر في أي مرحلة من مراحل الرجيم سيؤدي إلى قلة كفاءة التداخل الجراحي. نعم. نعم. طيب دكتور، خلينا شوي نحكي عن يعني التقنيات الحديثة اللي هسه موجودة، انه شنو اكثر شيء خلينا نقول شائع، شنو اكثر شيء ممكن يكون آمن، لانه تعرف انت همين الطفل دائما يعني الاب والام هنا يخافون، لانه اخاف مثلا صار وياه مضاعفات الطفل وراح يسوي هذه العملية، لان احنا نشوف كبار يمكن ما يتحملون ويصير وياهم مضاعفات، فتكون شوية صعبة. شنو اكو تقنيات حديثة هسه تكون آمنة مرضية تجيب نتائج حلوة؟ نعم. في الجراحة لا يوجد شيء آمن. الجراحة عموما تقتضي حدوث مشاكل سواء شئنا أم أبينا، مهما كانت القابلية التقنية للأجهزة ومهما كانت القابلية التقنية اليدوية للجراح. فهو عموما يعني مجموعة من أحداث تتشارك مع بعضها وتتفاعل مع بعضها لإنجاح التداخل الجراحي. بالنسبة للتقنيات، التقنيات قسمين، تقنيات أجهزة وتقنيات بشرية. نعم. فنحن تقنيات الأجهزة نعم تتطور بشكل سريع كما هو يتطور الحاسوب وتتطور السيارات. الأجهزة الطبية خصوصا بهذه العمليات تتطور، ولكن لا تتطور دائما في الطريق الإيجابي، في بعض الأحيان تتطور بالطريق السلبي. شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية تتنافس فيما بينها، فتحاول أن توجد بعض البدائل لكي تكون بأسعار أقل حتى تنافس السوق، وهذا يؤثر على مدى فعاليتها، وهذه مشكلة احنا عندنا. المشكلة الثانية هي التقنية البشرية. التقنية البشرية أيضا يجب أن تتطور بالبحوث، بالمؤتمرات، بالمناقشات، بحضور ورش العمل. والتقنية ليس فقط الجراح، هي مجموعة، الجراح مع طبيب التغذية مع طبيب النفسية مع المساعدين العمليات، وحتى معين العمليات هنا يتدخل في إنجاح العملية. أكيد فعلا. مشكلتنا احنا حاليا أنه استعمال الأجهزة غير الرصينة يؤدي إلى نتائج سلبية، وكذلك دخول بعض الأطباء إلى الميدان بدون وجود خبرة عالية أيضا يؤثر على نتائج. صح فعلا دكتور، احنا حتى بالفتره الاخيره قمنا نشوف انه مسوين اوفر، يعني بالضبط. ممكن اللي حاب اصلا يجي من غير مثلا محافظه او من غير دوله ينطوا له سكن، والعمليه تكون سعرها كلش يعني قليل، وانه واحد يقدر يسويها، يعني ينطوا لك باكج ممكن يخلي الواحد يقول ايه ليش لا يعني اروح. صح، هذه عمليه تسويقيه اعتقد في الطب يجب ان نتجاوز هذه. نعم. اكيد فعلا اكيد. طيب دكتور، خلينا نجي شوي نحكي على سلبيات عمليه التكميم للاطفال. شنو السلبيات؟ احنا من مرات اللي شفناه الكبار اللي سووه ما تحملوا وعانوا الى ان استقر الوضع، الاطفال شلون؟ نعم، هذه مشكله كبيره بصراحه.
ليست فقط مشكلة التداخل الجراحي بحد ذاته. نعم. التداخل الجراحي تقنيا لا يختلف عن ما نفعله بالكبار، يعني عملية قص المعدة بقياسات معينة لا يختلف تقنيا كثيرا، ولكن يختلف ما بعد العملية. الطفل لن يلتزم في بالرجيم الغذائي. نحن الكبار عندنا مشكلة في التزامهم بالنظام الغذائي صحيح. والرياضة ما بعد العملية، فكيف طفل يعني أو مراهق يعني هو أصلا الشيء اللي تنطيه يريد يسويه بالعكس، يعني بحكم الحالة النفسية اللي هو. فكيف تمنعين طفل انه ما يشرب سوائل بهالكميه او هالاكلات ممنوعه او هالتفاصيل محروم منها، خاصة هو يكون ما راح متعود على يتقبلها الاكل بالضبط. الدسم يمكن وياكل النقطه اللي يريده. الثانيه بصراحه انا قلت لك انه التداخلات الجراحيه ليست امنه. نعم. تحدث المخاطر الجراحيه او المداخلات الجراحيه في كل العمليات حتى ابسطها. نعم. المشاكل الجراحيه اللي تنتج نتيجه عمليات السمنه هي نوعا ما خطره، قد يكون نزيف او تسريب خطره، والتعامل معها ايضا صعب ويحتاج الى وقت. فعلا. الكبار العمر ممكن يتحملون نفسيا وجسديا وماديا، ولكن الطفل لن يتحمل. ما يتحمل. يعني اذا سويت عمليه لطفل وصار عنده تسريب، راح امنعه عن الاكل فد 40 يوم 50 يوم واخلي له صندوق التطعيم او نعم. اسوي له فد عمليه اخرى في داخله، ما راح يتحمل. أكيد ولذلك فعلاً. يجب ان تؤخذ بحساسيه، يعني هذه أكيد العمليه فعلاً. يجب ان فعلا تؤخذ طبعا دكتور، بحساسية. يعني هذا الموضوع شلون ما بيه مثلا اشياء خلينا نقول سلبيه او بها خطوره شويه، ولكن همينه بها أكيد. ايجابيه راح تعود للطفل. اليوم موضوعنا كان كلش حلو ومهم، خاصه للاهالي اللي هم عندهم همينه اطفال خلينا نقول انه يعانون من السمنه المفرطه. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمتها.